بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة مما نشاهده حول العالم من مظاهرات ومن فتن ومن بلايا. بدأت مظاهرة سلمية تطالب بالحرية، لكنها وجهت بالقمع، ولم يقف النظام البعثي عند هذا، بل بدأ بالقمع والقتل والمماطلة. ثم ظهر في كلمة لا ترضي الطموح، فيها من المراوغة والكبر. وهكذا هو النظام البعثي المستبد في ديكتاتوريته وفي تعاليه. فإلى متى والشعب السوري يقهر؟ وإلى متى والشعب السوري يظلم؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة. مع هذا وذاك والإعلام يقف صامتا. أرحب أيها الأحبة الكرام بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك وبالمشاهدين، الله يبارك فيك. كذلك أرحب بكم مرة ثانية، أرجو أن تتواصلوا معنا عبر اتصالاتكم عبر الهاتف الذي سيظهر على الشاشة بعد قليل، وكذلك عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج مرصد الأحداث. فضيلة الشيخ، يعني أمور حقيقة يتعجب لها الحال، لكن دعني أبدأ. هناك أمور كثيرة جدا ومستجدات خاصة في يعني المظاهرات الموجودة في سوريا، لكن خلينا نبدأ فضيلة الشيخ، وتحدث عن هذا كثير في حلقات ماضية عن الخطاب السوري. يعني خلينا ندخل في العمق مباشرة ثم ندخل في بعض الجزئيات. لكن الخطاب السوري خطاب ربما فيه من التعالي، فيه من الكبر، فيه من المراوغة، ليس فيه من الوضوح والشفافية. ربما هناك قرارات البعض منها ربما نفذ والبعض منها لم ينفذ. بعض القرارات ربما أنها طرحت من سنوات، الآن بدأوا بالتنفيذ. يعني انظر إلى مدى السنوات التي بدأوا فيها القرارات لكنها لم تنفذ إلى الآن بعد المطالبة طبعا من الشعب السوري. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في البداية أسأل الله الكريم أن يحفظ إخواننا في سوريا. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اشدد وطأتك على النظام النصيري البعثي الظالم وأعوانه. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. أعود بعد ذلك إلى ما ذكرت في موضوع كلمة بشار أمام مجلس الشعب، والتي كانت محل تعجب من الجميع في تفاصيلها وفي إجمالها وفي مظهرها. أنا لم أكن أتصور أن الناس إلى هذا المستوى من أن يقبل على نفسه أن يخرج أمام الناس في برنامج في مباشر كما ادعى، والناس تصفق والمديح والأشعار، وبين كل يعني كلمة وكلمة يقف من يقف ليثني ويمدح ويصفق، وكلنا بشار ونفديك بشار، ويعني وتصفيق وقيام وجلوس وضجيج. يعني أمر محزن وانحطاط حقيقة في قضية التعامل مع الناس ومع الأمة ومع المجتمع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت من حديث المقداد بن الأسود وهو في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو حينما رأى رجلا يمدح أحد الأمراء فقال المقداد أخذ يعني حثى حصبة ورماها عليه، فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. يعني هذا هو الموقف من هؤلاء المداحين، وليس الموقف أن يتعاظم ويفرح ويعني ويدعوهم إلى ذلك. ومعقول أن مجلس الشعب كلهم كلمة واحدة، وكلهم نداء واحد، وكلهم موقفهم واحد، وكلهم يعني مديح ممجوج فعلا يحقق جانب النفرة من هذا المشهد. هذا أولا. الأمر الثاني، طبعا هو كل المطالب العشرة التي يطالب بها الشعب السوري رماها وراء ظهره ولم يلتفت إليها، ويقول لن أنفذ شيئا في هذا الوضع.
في هذه الحال، لكن قد هذه المظاهرات تحرك شيئا يسيرا، حتى قال في كلامه بأنه وصيت أن أجمل لكنني سأفصل، لكن حتى لا يعني لا يقع في أخطاء، لكنه فصل فتورط في أحوال كثيرة حقيقة، وكلام مزعج. ومن الكلام الذي تورط فيه أنه جعل المؤامرة على الشعب، قال هي مؤامرة، وأن المؤامرة هذه على الشعب، والحقيقة أن المؤامرة ليست على الشعب، وإنما الناس يطالبون بإسقاطه، والناس يطالبون بالإصلاح. كيف تسميها مؤامرة على الشعب ومؤامرة من الخارج ولها خيوط من دول قريبة وبعيدة ومن الداخل وتهويل؟ الناس يريدون الإصلاح، وهذا الإصلاح الجميع ينادي به، ومسائل واضحة: رفع الظلم، إخراج السجناء، الحريات. هو أخرج من السجناء، أخرج مجموعة من السجناء. نعم. بالمقابل كان يعتقل، أخرج 200 كما يقال. نعم. وأدخل أضعافهم. نعم. إلى الآن بالآلاف الذين دخلوا من المعتقلين، من المتظاهرين وغير المتظاهرين. اعتقل أعداد كبيرة في أطراف سوريا. ولذلك يعني مسألة يعني السجناء وغير، يعني الحقيقة أنه لم يحقق شيئا، وهذا من عدم توفيق الله له. نعم. بل أصر واستكبر واستعلى وتلاعب على الناس أنه هو الشعب، وأن الشعب يريده، وليس الأمر كذلك. بل قد تورط في كلمات خطيرة بأنه قد طلب منه في أحداث مضت في عام 2003. يعني لو قطعت معذرة الشيخ، يعني لدينا الآن من اللقطات يعني فيها قتل، فيها ترويع، يعني مظاهرات سلمية تدعو فقط بالحرية، سلمية، ثم بعد ذلك نشاهد من الترويع، من قتل بالرصاص الحي. نعم. وهذه الدماء، وربما هناك أشلاء يعني متناثرة على الأرض. أعتقد يعني هذه لقطات من درعا، طبعا درعا التي تئن وتصيح منذ زمن، ها هي الآن تطالب بالحرية، بينما النظام البشاري، النظام الخبيث، النظام البعثي هو يقمعها بالضرب والقتل، وكما نشاهد الآن فضل الشيخ. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء. آمين. وأن يحقن دماء المسلمين في سوريا، وأن يحفظهم. وهو طبعا يعني مع الأسف النظام النصيري لما كوشف بهذه المذابح بررها بأن هناك عصابات نعم مدسوسة دخلت وقتلت، لكنه قد فضح وافتضح. كيف عصابات مدسوسة؟ طيب وليش المظاهرات المؤيدة ما فيها عصابات مدسوسة؟ نعم. طيب إذا كان في عصابات مدسوسة لماذا لم تترك المجال للمراسلين ووكالات الأنباء يدخلون ويصورون وينقلون الأحداث من الداخل؟ يعني كلها الثورة في سوريا تعتبر من أقوى الثورات وأقوى المظاهرات وأعمال قوية جدا، لكن هناك تعتيم إعلامي قوي جدا. بل أحد الرؤساء القبائل وهو في مجلس الشعب قد صرح وأكد، وفي مجلس الشعب وصور ونقل في الإنترنت، وأعلن بأن الذي كان وراء هذه المقتلة في درعا والمذبحة هو الأمن والفرع الأمني السياسي، وأن عاطف بقيادة عاطف نجيب وهو الذي تولى ذلك. وهذه حقيقة تحسب لرئيس القبيلة هنا واعترافه، ولكن مع الأسف كل هذا لا قيمة له. ولذلك نقول فعلا فضح وملاحقة ومتابعة هذا النظام في وكشفه في عمله الإجرامي، هذا يجب أن يكون مستمرا وأن يكون قويا من جميع وسائل الإعلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يلقن الشهادة. نعم. طيب. لا إله إلا الله. شيخنا، في ظل هذه يعني المظاهرات السلمية، وفي ظل هذا القمع من يعني بشار الأسد، هذا النظام البعثي الخبيث، يعني كيف ترى؟ طبعا هناك تعتم إعلامي مدى القتل والمجازر التي توجد في درعا، في حمص، في نابلس، في كثير من المدن. كيف تجد المساعدات الطبية؟ كيف تجد الحال الإسعافية، الطوارئ؟ هناك ليس قانون الطوارئ كما يدعي هو أنه سوف يلغى، أقصد الطوارئ من خلال وجود إسعافات أولية أقل تقدير. عدد القتلى تجاوز 300. نعم. ونسأل الله الكريم أن يتقبلهم في الشهداء. آمين. وهم على أجر عظيم فيما نحسبهم الله حسيبهم. نعم. ولا نزكي على الله أحدا. أما الجانب الطبي فهو المأساة الحقيقية
في سوريا وفي درعا وفي غيرها أيضا. فأصل المستشفيات ضعيفة ومهترئة، المستشفيات الوطنية، فهي لا تستطيع يعني أن تستقبل في الوضع الطبيعي ولا عشر معشار هذا العدد لضعفها. لكن مع ذلك فهناك توجهات وهناك أمر من وزير الصحة مع الأسف الشديد بعدم قبول وقبول أي أحد من الجرحى. ما يا شيخ رياض؟ نعم. يعني وهذه مشكلة كبيرة. كيف وزير الصحة يأتي بأمر صريح إلى المستشفى الوطني بدرعا ويمنعهم من استقبال الحالات الحرجة والمصابين من المتظاهرين، بل حتى الذين ينقلون إلى المستشفيات القرى والمدن المجاورة تأتي جهات الأمن في نقاط التفتيش وتقبض عليهم على من حمله وعلى المحمول. بل هناك توجيهات رسمية عليا من وزارة الصحة ومن الجهات الأمنية بمنع الأطباء من المعالجة في البيوت ومعالجة الجرحى، وأنها تعتبر جريمة وتتم ملاحقتهم ملاحقة قوية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يوجد الآن بسبب هذه الإصابات من الأجهزة الأمنية السورية كارثة إنسانية كبرى، جرحى ومرضى ومصابين، وربما يمكن إنقاذهم بإذن الله تعالى، لكن بسبب الإهمال وعدم العلاج وعدم المتابعة تتدهور أحوالهم وحالاتهم. التدخل شيخنا من ناحية بعض الدول، ربما بعض الدول تريد أن تتدخل طبيا، لكن النظام يعني لم يسمح بهذا. نعم، أنا حقيقة أنا أقول القضية هذه مشتركة ويجب أن الجميع يشارك فيها، ولا بد فيها من النصرة ولا بد فيها من التدخل من الدول المجاورة. وأنا أناشد حقيقة يعني حكام العرب وحكام الخليج وخادم الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، وأيضا تركيا أردوغان، جميع الدول القادرة يعني. نعم، لكن ونخص أهل النخوة والرجولة والمروءة بأن يتدخلوا فورا لإنقاذ إخوانهم في سوريا في درعا وغيرها، وإنقاذ المصابين والإمدادهم بالعلاجات وبالأطباء وبالمستشفيات المتنقلة، وعدم التردد وعدم التأخر في ذلك. ولا بد أن تكون هناك يعني أعمال إغاثية كبرى لإنقاذ الوضع الموجود في سوريا. شيخنا يعني لو تركنا مسألة التدخل الطبي، مع أن المفترض أنه يكون لزاما، لكن قبل هذا فضيلة الشيخ بالنسبة للمتظاهرين، هم يدعون أن مثل ما تفضلت شيخنا أن هناك عصابات هي التي تدخلت في قتل المتظاهرين، وهم يقولون ربما يدعي البعض خاصة في دمشق أن هناك مظاهرات تؤيد طبعا بشار الأسد وهي مفبركة حتى تظهر إعلاميا، وأنا شاهدتها في قنوات سورية، هي مفبركة، العدد ينحصر إلى عشرات فقط، يظهر للناس كأنه بالمئات. لو لاحظت فضيلة الشيخ حتى في مشاهدتنا بعض قنواتهم تشاهد أن ليس هنا الكاميرا ليست من بعيد بل من قريب، حتى يظن الظان الذي يشاهد أن تلك المظاهرات هي مظاهرات كثيرة، بينما حقيقة لما نلتفت إلى درعا، لما نلتفت إلى حمص، لما نلتفت إلى نابلس، لما نلتفت إلى بعض القرى كذلك نجد بالمئات. إذا كانوا يدعون فضيلة الشيخ أن هذه المظاهرات هي من قبل عصابات، كيف يكون العدد بهذا الشكل الهائل؟ هل كل هذه الأعداد هي عصابات؟